صاحب الكتاب باع نفسه للشيطان عشان ينقذه من الموت. أضخم كتاب على وجه الأرض. حصلت مفاوضات طويلة بين دولة السويد ودولة التشيك، فضلت 359 سنة عشان الكتاب يرجع مكانه. أهلا بحضراتكم أعزائي متابعي قناة أبولو في فيديو جديد وقصة جديدة. بس قبل ما نروح للتفاصيل بتمنى من حضراتكم تدعمونا بلايك وشير، ولو مش مشترك بتمنى تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. القصة بدأت في أوائل القرن ال13 في دير بنديكتين التابع لجمهورية التشيك، لما راهب أعلن إنه نقض عهد الدير وإن قوانين وتعليم الدير كلها غلط في غلط. ساعتها المسؤولين عن الدير حكموا على الراهب بحكم قاسي جدا، وهو إنه يعلقوا جسمه على حائط الدير وهو عايش لحد ما يموت. الراهب كان ذكي شوية، قدم التماس بهدف إنه ما يتنفذش الحكم، ووعد إنه يكتب كتاب في يوم واحد فقط يمجد فيه الدير ويكون الكتاب فيه كل علوم الطبيعة. المسؤولين وافقوا على الطلب الالتماس، وكانوا متأكدين تماما إن الراهب مستحيل يكتب الكتاب اللي وعد بيه في يوم واحد، لأن ده لا يمكن يحصل من بشر عادي. وبالفعل حبسوا الراهب في أوضة لوحده، وكانوا بيجهزوا إنه تاني يوم ينفذوا الحكم. ولما المهلة خلصت والصبح صبح فتحوا الباب، وكانت المفاجأة. المسؤولين عن الدير اتفاجئوا إن الراهب انتهى من كتابة أضخم وأغرب كتاب عرفه العالم. الكل كان مندهش، إيه اللي حصل وإزاي الراهب كتب كل الكتاب الضخم ده مسافة الليل؟ اللي حصل إن الراهب أول ما اتقفل عليه باب الأوضة واتأكد إنه مش ممكن يوفي بوعده ويخلص الكتاب، صلى صلاة خاصة للشيطان عشان يساعده في إنهاء الكتاب خلال المهلة المحددة، مقابل إنه يبيع نفسه للشيطان. ولما الاتفاق تم بين الراهب والشيطان، أضاف الراهب صفحة فيها صورة للشيطان، وده عشان يعترف بجميله وإنه أنقذه من الموت. وده كان السبب إن الكتاب يتسمى كتاب الشيطان. كتاب الشيطان مصنوع من جلد العجل، وعدد صفحاته 310 صفحة، وبيحتوي على قصص يهودية قديمة وحروب تاريخية، وصفحات بتحتوي على تصور شكل السماوات السبع، وصفحات بتحتوي تصور شكل الشيطان وأساليب مكافحة المس الشيطاني وطرد الأرواح الشريرة. كتاب الشيطان موجود في مكتبة ميوزك بلاير هير الوطنية لمدينة براغ عاصمة دولة التشيك، ويعتبر أضخم وأغرب كتاب عرفته البشرية. لو عجبك الفيديو أتمنى تدعمه بلايك وشير، ولو مش مشترك بتمنى تضغط زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.